السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وبألف خير. مبروك عواشركم، تصوموا تعاودوا ان شاء الله غير فاقدين ولا مفقودين. كما كتشوفوا معايا اليوم الفيديو غادي نقدم معكم هاد الميني بسبوسه كتجي زوينه بزاف بزاف. تذوقوا بها هكايا طبيله ديال رمضان ديالكم. ندوزو باش نتعرفوا على المقادير. فيها مقادير صراحه بسيطه بزاف بزاف، يعني تقدري توجديها في الدقيقه الاخيره ديال الافطار. يعني عندي كاس ديال دانون او ياغورت بالنكهه اللي بغيتو، باي نكهه نتوما كتفضلوا ديروها، ما عنديش مشكل. انايا غنعبر بنفس الكاس، غنعبر السنيده ونعبر الزيت. يعني في كاس ديال السنيده كاس ديال الزيت صراحه ما فيهاش مقادير بزاف، كتوجد في دقائق بالزربه خفان زربان. يعني مع ما تبقايش واقفه بزاف في الكوزينه، يعني اصلا حنا ديما كنقلبوا على السهله دغيا دغيا. هنايا انا جبت هاد البول هذا ديال الهشوار. هو فاش غنخلط بلا كثرة الماعن وكثرة سميتو. كما كتشوفوا معايا هنايا نفس الكاس عبرت به كاس ديال الزيت كاس ديال السنيده. صراحه جات زوينه كما شفتوا معايا، جات واعره واعره. وهنا عندي ساشيه ديال الفاني، اولا بغيتو نتوما ديروا ديك الساشيه ديال زهرة البرتقال لكم الاختيار. هنايا كنطربوا غير يدويا، بغيتو نتوما ديروها في هكا في الخلاط، في خلاط كهربائي باش تربحوا الوقت. صراحه ما كديش غير الوقت دغيا دغيا، كتجي البسبوسه زوينه بزاف بزاف. عندي هنايا جوج بيضات بلديين او عاديين ديال الدار الحجم اللي بغيتو. المهم جوج بيضات، وكنضربو كامل داكشي، نضربو غير يدويا صراحه دغيا دغيا كتوجد. انا هادشي باش تعجبني يعني دغيا دغيا، يعني حتى الدقائق الاخيره اللي ديال الفطور وجدتها دغيا دغيا. ومازال ذوقت بها الطبيله ديالنا ديال الفطور الحمد لله. هنايا عندي قشره ديال الحامض ولا قشره ديال الليمون هكايا غير باش تنسمو. كيجي في هذاك تنسام زوين ديال الليمون ولا الحامض اللي عندكم ديروه، ما عندكمش ديروا ديك الساشيه ديال زهرة البرتقال حتى هي تجي زوينه، ولكن انا ما كيكون بحال فيها النكهه ما كتعجبنيش. انايا عندي الدقيق الفينو، ولا ديروا السميده الرقيقه اللي عندكم اللي متواجد عندكم في الدار. يعني ما تقلبوا هاد البسبوسه، ما تقلبوا على حتى شي حاجه البنات، كلشي عندكم في الدار. انايا عبرت 3 الكيسان، غنعبر 2 كيسان وغادي نخلط ندير 2 خمارات بحجم 7 غرام كما كتشوفوا معايا. انا قلت لكم خف زربا، صدقوها وجربوها، جربوها غادي تولي معتمده عندكم. وهكا لو مبغيتوش نتوما ديروها فرديا ديروها بحجم عائلي، لكم الاختيار بطبيعه الحال. انا كنعطيكم الفكره وانتم بديعوا ابدعوا ابدعوا. هنايا واحد جهد معلقه كبيره ديال الخل باش هكا تجي خفيفه وتجي مفشفشه. صافي كنبقاو نطربو كما شفتوا معايا التكستور ديالها شكي كيكون. مازال هنايا غنزيدها، هنا راه درت جوج كيسان، مازال غنزيدها الثالث، يعني 3 الكيسان بالعبار ديال هاد الكاس ديال الياغورت. يعني 3 الكيسان ديال الفينو اللي يكون نوعيه مزيانه بطبيعه الحال. صافي كنبقى هكا مستمره على التطرب، يعني كنطرب كلشي مزيان مزيان مزيان. وكما كتشوفوا معايا حتى تنحصل على هاد النتيجه بحال هكايا، على هاد الخليط يكون بحال هكا. كما كتعرفوا الفينو راه حتى هو كيشرب، يعني واحد شويه غيشرب. وصافي كنجيبوا المول ديال البانكيك او المادلين، او نتوما الا بغيتو ديروها هكايا عائليه ديروا مول عائلي يعني بلا سميتو. ولكن هكا فرديا كيعطيو واحد المنظر وكيجيو زوينين صراحه. كنبقى نعمر ديك الكميه اللي عندي كامله بعد ما دهنا المول بشويه ديال الزبده ورشينا بشويه ديال الدقيق باش ما يلتصقوش. الا كان عندكم دوك القويطات ديال الحلوى ديروهم حتى هما تيوجدوا زوينين،
ولكن أنا بداك الشكل يعني باش نزوقهم، يعني بلا دوك القويطات اللي كيكونوا على هاد الشكل هذا. كنعمرو ما نعمروش دوك سميتو غير فاش نخلوهم يطيبوا، يعني هما غيتنفخوا، غيتزادوا يتنفخوا في الحجم يعني باش يطيبوا، يعني القياس. وكما كتشوفوا معايا بعد ما خرجوا بحال هاد الشكل هذا صراحه جاو زوينين. كنسقيهم انا، كتموجده هنايا السيرو دايره فيه 4 المعالق ديال السنيده وكاس ديال الماء، كاس ما صغير ما كبير، كاس ديال الماء وجوج مندرين، جوج ليمونات صغار هكايا بالقشره ديالهم، طابوا مع داك الخليط. صافي كنسقي هكايا البسبوسات ديالنا، كنسقيهم هكا شويه شويه. صراحه كيجيو واعرين بزاف بزاف البنات، غتجربوهم وغادي تردوا عليا الخبر اكيد في لي كومونتير كما عودتوني دائما. اي حاجه كنشاركها معكم الا وكتصدق ليكم وكتجاو عندي في الكومونتيرات وكتقولوا لي الله يعطيني الصحه، يعني راه صدقوا وجربوها. بالنسبه للمبتدئات تبعوا غير هاد الخطوات البنات وغادي يصدق معكم ان شاء الله. كما شفتوا معايا بعد ما خرجتها من المول هي على هاد الطريقه كما كتشوفوا معايا، جات زوينه ملتصقات، ما حتى شي حاجه طابت على خاطرها، كتجي فشفشه رطبه زوينه بزاف، منكهه بداك النكهه ديال الليمون. الصراحه زوينه. بغيتو تخليوها هكا يعني بلا ما تزينوها على هاد الشكل هذا الطبيعي ديالها، وبغيتو تزينوها لكم الاختيار. مهم الفكره مني وانتم بديعوا كما قلت لكم. انا هنايا اختاريت انني نزوقها بشويه هكايا، نزوق شي وحدين فيهم بالشوكولا. صراحه انا كيعجبني من عشاق الشوكولا، هكا درت عليها الشوكولات صافي، ودرت شويه ديال القرقاع مرمش كتزين. وصافي نتوما لكم الاختيار، بتخليوها هكا خليوها، بغيتي تزينوها بطريقتكم زينوها هكايا. اللي عندكم فيرميسيل ولا اي حاجه هكا، دوك الشوكولات حبيبات ولا اي حاجه، المهم زوقوا بها. انا هنايا اختاريت، عندي هنايا القرقاع كان عندي هرمشتو بحال هكايا ودرتو عليها تزين باش تعطيني داك المنظر زوين. وتذوقوا بها الطبيله ديالكم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وما تبخلوش عليا كما عودتوني دائما بلي لايك ديالكم وبتشجيعاتكم ليا وبتعليقاتكم الزوينه اللي كتحفزني. وكنقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، ومبروك عواشركم مره أخرى.